سعدتم أوقاتا أعزائي المشاهدين مع هذه الحلقة والتي بعنوان هل ريف جسر الشغور الشرقي كردي؟ ضيفي هو الأستاذ موسى عثمان، حاصل على شهادة في الأدب العربي من جامعة حلب، وهو من قرية سلة الزهور الواقعة في ريف جسر الشغور الشرقي. فمرحبا بك أستاذ موسى. اهلا وسهلا بك ضيوف الكرام. طيب أستاذ موسى، نبدأ بأسئلتنا بشكل مباشر. أولا نحدد ريف جسر الشغور الشرقي. ريف جسر الشغور الشرقي هل مساحتها كبيرة جدا؟ ولماذا تم تسمية ريف جسر الشغور الشرقي والغربي؟ ريف جسر الشغور الشرقي فيه يوجد كثير من الضياع الكبيرة والصغيرة والمتوسطة. أما لماذا سمي بالريف الشرقي والغربي؟ نسبة للاتجاهات مو أكثر. نسبة للاتجاهات مو أكثر. طيب مجيء الكرد إلى ريف جسر الشغور الشرقي، حبذا لو تكلمنا عن زمن مجيئهم بشكل تقريبي. زمن مجيئهم يرجع إلى بداية القرن ال17 تقريبا. 17 تقريبا. ايه. إذن هم لم يأتوا مع صلاح الدين الأيوبي؟ لا، جاءوا بعد مجيء صلاح الدين. هاي بالنسبة للريف الشرقي. أما الغربي أكيد كما يقال بالنسبة لريف جسر الشغور الغربي، الكرد في جبل الأكراد هم قديمون، يعني من أيام صلاح الدين الأيوبي تقريبا. طب هل يعتبر ريف جسر الشغور الشرقي جزء من جبل الأكراد أو لا؟ هو امتداد لجبل الأكراد حقيقة. مثلا الكفير محاذية مثلا لجبل الأكراد، مثلا بين شو اسمه لعين اشتبرق، ولا شو اسمها لغانية، ولا الشيخ سنديان. يعني الفاصل بيناتهم فقط نهر العاصي. والباقي نحن تابعون للجبل الوسطاني. جبل الوسطاني. طب هل تستطيع أن تقول يعني هناك تقارب، يعني ما في لا يوجد مسافة كبيرة بين جبل الأكراد ومناطق الكرد في ريف جسر الشغور الشرقي. مسافة قريبة وليست بعيدة. طيب هل ممكن أن تقول لي كم هي عدد قرى الكرد في ريف جسر الشغور الشرقي؟ عدد القرى تقريبا بين 8 و9 قرى. أكبرها معمل السكر، أي أكبر قرية كردية، والبزيت والكفير وسلة الزهور والمشيرفة وعين الحمراء ومزرعة بقداش، بالس، بلميس. يعني هذه القرى أغلبها كرد، قرى كردية. قرى كردية. هل يتحدثون الكردية أم نسوا لغتهم؟ يتحدثون اللغة العربية، يتكلمون اللغة العربية. هذا يعني أنهم نسيوا لغتهم الكردية. حقيقة يوجد بعض الناس التي تتحدث اللغة الكردية، يعني اللغة لم تمت 100%، ولكن في بعض الناس يتحدثون. وأنت منهم، أنت وعائلتك تتكلمون الكردية. هون باش دغ آخرين بكردية. أكيد أنا أتحدث اللغة الكردية تماما. طيب هم لا يتحدثون الكردية في غالبيتهم. هل يقرون بأنهم كرد أم أنهم استعربوا؟ لا، يقرون بكرديتهم ويتفاخرون بكرديتهم. ونحن أيضا نفتخر بهم وبأصلهم الطيب. بالنسبة للعشائر الكردية، هنالك سؤال بالنسبة لعشيرة الشدادي، هل توجد في جسر الشغور من أي منطقة؟ أنا أسألك عن عشائر الكردية في ريف جسر الشغور الشرقي في تلك القرى ال9. ماشي. بالنسبة للتوزع العشائري، يعني في 4 عشائر أساسية بهذه الضياع، هي الشيخان والرشوان والملان والشدادان. هذول 4 عشائر أساسيين. التوزع
نبدأ من بزيت مثلا. بزيت حاليا فيها بيت تمرو وتوابعهم وما يقربهم من عشيرة الشدادان، وأصولهم ترجع إلى عين البط كوباني. وبيت العلي وتوابعهم بيت حسن النجار، حج حسين، وبيت علوش، جميعهم يرجعون إلى عشيرة الشيخان. أهل عين الحمراء يتبعون إلى أهل بزيت، فيها شيخان أصولهم من بزيت، والملان كمان أصولهم من بزيت، والرشوان كمان بيت قنجو ولاد عمي كمان أصولهم من بزيت. بالس فيها عرب وكرد، الكرد كمان والعرب أصولهم من بزيت. مشيرفة فيها 4 عشائر كردية، فيها رشوان وفيها شيخان، عفوا ما فيها شيخان، لا فيها رشوان وفيها ملان وبرازية وكيتكان. سلة الزهور فيها شيخان ورشوان وملان وعلي زرع. مزرعة بقداش شدادان، الكفير شيخان، معمل السكر شيخان، والباقي من جبل الأكراد، يعني من عشائر مختلفة للموشان وغيرهم. بلميس ينتسبون إلى عشائر البرازية، وهناك عوائل متفرقة ينتسبون إلى هذه القرى، مثل بيت شبلي، مثل بيت قطو، مثل بيت عمرو وغيرهم كثير ينتسبون إلى هذه القرى. يعني أنا لن أتحدث عن العائلات المتفرقة هنا وهناك، سأتحدث فقط عن العائلات، أما العائلات هي تلتم مع القرى الكردية. تمام ما مستر؟ بلي أريد السؤال، يا ترى هل كردنا في ريف جسر الشغور الشرقي في تلك القرى ال9 متحدون فيما بينهم، كلمتهم واحدة، أم أنهم مثلنا نحن الكرد المتكلمون بالكردية على تفرقة بشكل دائم؟ حبذا لو تتكلم لنا عن العلاقة بينهم. العلاقة بينهم قوية جدا، وهم لا يذكرون العشائر كثيرا فيما بينهم على أنهم كرد فقط، يعني متحدون فيما بينهم على أنهم كرد وتحت قيادة واحدة. وهناك شيخ للأكراد هو الشيخ نصر حاليا، ويعاونه وجهاء الأكراد من بزيت والمشيرفة وسلة الزهور وكل القرى الكردية. الشيخ نصر هو كيف، يعني هل أنتم يعني اجتمعتم كل هذه العشائر في عشيرة واحدة أم ماذا؟ تحالف قبلي واحد تحت راية واحدة. تحت راية واحدة، أمر جميل. أمر جميل. هذا المرض الذي نحن مصابون به لم يصل إليكم. نعم، يسمونها قبيلة الأكراد أحفاد صلاح الدين. حاليا الشيخ نصر شيخ العشيرة، وكان القبيلة عفوا، وقبله كان الشيخ نصر، وقبله كان الوجهاء، يعني قبل الشيخ نصر كان وجهاء مثلا يجتمعون المخاتير ووجهاء الأكراد، يعني قديما اجتمعوا الوجهاء مثل المخاتير ووجهاء العائلات، أما الآن يوجد شيخ ويوجد أعيان. سلامي إلى قبيلة الأكراد، سلامي إلى الشيخ نصر وكل الوجهاء وجميعكم فردا فردا. الله يسلمك ما مستر، الله يسلمك، تحياتنا لك ما مستر. سرسرا وسرشافا. بالنسبة لعلاقتكم مع بقية السوريين من العرب وغيرهم، هل علاقتكم معهم علاقة طبيعية فيما يتعلق خاصة بالمصاهرة؟ هل تزوجونهم بناتكم وهم أيضا يزوجونكم بناتهم؟ ماذا؟ بالنسبة للتمازج والتصاهر في ريف جسر الشغور الشرقي شيء طبيعي، يعني عادة التزاوج بين الكرد والعرب هاي عادة موجودة من زمان. متصاهرون يعني مثل خال وخارزي، يعني ياخذون من بنات من العرب شيء طبيعي، والأكراد بياخذوا بنات عربيات، والكرد بياخذوا كمان بنات عرب، والعرب بياخذوا بنات أكراد، شيء طبيعي، ومتصاهرين ومتفاهمين وبيحبوا بعض، وفي تمازج يعني كتير، في احترام متبادل كمان بين العرب والأكراد. يعني إذا إنسان بدي ينكر أصله أو شيء، بتلاقي العرب مثلا بيقولوا لا أنتم أناس أصيلين وأناس جيدين وأنتم أخواننا وأحبابنا، ما بيرضوا بهالشيء.
ففي احترام متبادل بين القبائل العربية والكردية، ومتمازجة ومتصاهرة من زمان، ويعني في حب وتبادل احترام بين الجميع المكونات. أمر جميل جميل. لن نطيل اليوم كونه نحن في شهر رمضان، واحتراما للمشاهدين خاصة في أوروبا الآن وقت الإفطار. كلمة أخيرة أكيد. أستاذ موسى تريد أن توجهها للكرد المتكلمين بالكردية، تفضل. بالكردية ولا بالعربية؟ لا، كلمة أخيرة توجهها للكرد المتكلمين بالكردية وللكرد المتكلمين بالعربية أيضا، تفضل. أوجه لهم تحياتنا للجميع، ونتمنى العيش بسلام لجميع الشعب الكردي أينما وجد في كل الأجزاء، ونتمنى لهم العيش الكريم ولهم ولإخواننا وللجميع. زور سباس، نلتقي في حلقات أخرى بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله ما مستعد، إن شاء الله إن شاء الله. دمتم بخير جميعا أنت والمشاهدين. دمتم بخير جميعا، ولكم التوفيق منا ومن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم. عليكم السلام. زور سباس. سلام. زور سباس ما مستعد.